ليه ممكن أكون أنا في علاقة سامة أو علاقة غير صحية وبرضه مصممة إن أنا أكمل فيها؟ ليه أو إيه الأسباب اللي ممكن تخليني أعمل كده؟ علم النفس وضح لنا أسباب كتيرة قوي، وهقول النهاردة شوية منهم أو الأهم منهم. رقم واحد، إنه أنا كشخص بذلت مجهود وطاقة واستثمرت في العلاقة دي كتير قوي، فما عنديش القدرة إن أنا أخد قرار بالبعد بعد اللي حصل. أنا بقالنا كتير قوي، يا ده احنا عملنا حاجات كتيرة قوي، انا هرجع من الاول وجديد ابدا حاجه مع حد جديد؟ ايه الهبل ده؟ لا طبعا. توكسيك مش هيبقى توكسيك، غير صحي عادي هعالجه مفيش مشكله، عادي I can fix him. هنا علم النفس بيقول لنا مصطلح انحيازي سلوكي معرفي للحالة دي اسمه ساك-كوست فاليسي أو السفينة الغارقة. إنه الإنسان ما بيبقاش عنده أي استعداد إن هو ممكن ياخد القرار إن هو يخسر، رغم إن هو خسران وما بيستفيدش أي حاجة من العلاقة. على الرغم من ده فأنا عايز يعني أستثمر أو أفضل فيها وأنا عارف إن هي غير صحية. اتنين، انك رابط وجودك وقيمتك بالعلاقة دي، ايا كان الوضع حواليك ايه، مين اصحابك، بتشتغل ايه، بتعمل ايه، قيمتك انت واخدها من العلاقة دي، فحاسس انه انت بلا قيمة لما تطلع من العلاقة دي. لو مثلا بنات متجوزة مثلا والاهل عارفين ان هو شخص سام جدا وهي في علاقة غير صحية، ومع ذلك دايما بيزنوا عليها ان هي تفضل في العلاقة عشان خاطر الولاد والبيت وخراب البيت، رغم ان هي عارفة ومتأكدة ان هي مش قادرة تدي في العلاقة دي، لكن برضو مستمرية فيها. فدايما بحس ان انا اقل من ان انا اطلب، فانا قدام حقوقي انا ضعيفة جدا، فبرضه بقلل قليل. فبالنسبة لي اللي هو بيعمله فيا او ان انا في علاقة غير صحية، ده بالنسبة لي الحمد لله كفاية، لاني ده اللي انا استحقه او دي قيمتي. فالقيمة نفسها بتبقى ضعيفة جدا وهو شايف نفسه حد قليل جدا. 3، انت دايما بتعتمد على وجودك في الحياة من الاشخاص، يعني بتستمد ثقتك بنفسك من وجود شريك، بتستمد قيمتك الذاتية من وجود شريك. يعني لو ما فيش حد حواليك بيديك القيمة دي او بيسمعك كلام كويس، فانت بتحس انك ولا حاجة، بتحس انك مش موجود اصلا، بتحس انك وحيد. فانت ما بتعرفش تتعامل مع الوحدة بشكل صح، ما عندكش اكتفاء، لازم حد يجي يغطي على الشكوك والمخاوف اللي جواك ويديك على الاقل حاجات بالنسبة لك كافية. مع الوقت بتبدأ ان انت تستمد ثقتك بنفسك وتشعر بيها من وجود اطراف تانية في حياتك. طبيعي جدا ان احنا نطلب الدعم العاطفي او شكلي حلو، ايه الاخبار، بنحتاج الدعم، بنحتاج ان احنا نتقدر، بنحتاج ان احنا نتشاف في عينين الناس حلوة، بس ما بنعتمدش اعتماد كلي على الاشخاص في وجودهم في حياتنا. فانت لما بتعتمد على حد والدنيا فضيت من حواليك، انت بتهتز، ما بيبقاش ليك وجود، ما بتحسش انك عايش، بتحس انك ميت بعدم وجود شريك في حياتك بيديك. فبقيت شخص اعتمادي وملكش هوية، هويتك بتتاخد من وجود شريك في حياتك، يعني انت بتاخد نفسك لما حد بيكون موجود. فدي نقطة من أهم النقط. 4، ان انت لو anxious attachment style، اللي هو الشخص القلق، وده انا شرحته قبل كده في فيديو، اللي هو شخص اتأذى جدا في طفولته، اتعرض للإهمال وكان بيطلب الحب الشديد من الأهل وما كانش موجودين حواليه، فبالتالي بيطلع يدور على صورة مصغرة من أهله، اللي هو الشخص الصعب جدا بالنسبة له، الشخص المتعب جدا بالنسبة له، الشخص اللي يهينه ويبعد عنه ويكون غامض ويحسسه بالألم الشديد جدا. فدايما بيدور على الجرح، ان هو ينجرح، واكنه مثلا بيحاول ان هو ما بينه وما بين نفسه لا I can fix، على فكرة وممكن يتغير ويحبني عادي. فالانكشس اتاتشمنت ستايل بيبقوا دايما بيدوروا على صورة مصغرة من أهلهم أو من الشخص اللي رباهم أو اللي جرحهم أو اللي أذاهم، في صورة من الصور بتاعة الناس. يعني ما يحبش الشخص السهل أبدا، ما يحبوش وما يقربلوش. أما آخر نقطة، وإن أنا دايما بدخل العلاقات بلعب دور المنقذ، إن أنا بسبب إن أنا دخلت تجارب قبل كده، فأنا ليا حاجات كتيرة وأعرف حاجات كتيرة، فأنا ممكن أعالج وممكن أفكس وممكن أصلح. دي مش وظيفتي، دي مش وظيفتي حد داخل علاقة. أنا وظيفتي التواصل،
وظيفتي ان انا اقول الحاجات اللي بخاف منها، وظيفتي ان انا اتكلم عن نفسي، وظيفتي ان انا اشوف مشكلتي فين وابدا احلها، مش مشكله الطرف التاني وان انا احلها له، لان دي مش بتاعتي. ففكره ان انا بدخل العلاقه كمنقذ برضو ده بيخليني ان انا اتعلق وابقى قاعده في علاقه غير صحيه، لاني شايفه ان هي ممكن تتغير. فانت عندك 5 اسباب ممكن تشوف السبب اللي ممكن يخليك في علاقه غير صحيه لحد النهارده ومش عارف فعلا تاخد القرار.